يا ترى ايه اللي يخلي فنان مشهور يمد ايده على واحد من المعجبين بتوعه؟ احنا لا هندافع عن حد ولا هنبرر اللي حصل، احنا هنتكلم كلمتين علم. يعني ايه فعل، ويعني ايه رد فعل، ويعني ايه رد فعل منعكس. رد الفعل الطبيعي عباره عن اشارات وصلت المخ، فالمخ بيترجم ان المفروض يبقى فيه رد فعل لهذا الفعل. زي مثلا واحد بيمد ايده عشان يسلم عليك، فالمخ يبعت اشارات ان الحركه اللازمه ان انت تمد ايدك وتسلم عليه برضه. او ان واحد يعتاد عليك بقول او بفعل، فالمخ يبعت لك اشاره ان انت ترد عليه بالرد المناسب. اما رد الفعل المنعكس او الريفلكس فده لازم يكون سريع وبدون تفكير، حتى الاشاره ما تلحقش توصل للمخ، وعاده بيكون للحمايه من اي اذى او مخاطر. زي مثلا ان انت اتلسعت فشلت ايدك بسرعه، او لما مثلا حد جاي يمد ايده عليك فتقوم انت عامل كده بسرعه عشان تبعد عنه. بس هل ممكن يكون رد الفعل ده مش طبيعي او اجريسيف او زياده عن الفعل نفسه؟ يعني مثلا هل ممكن يبقى رد فعلك تجاه الطاسه اللي لسعتك ان انت تقوم ضارب الطاسه ورميها، وان واحد حاسس ان هو جاي يهوشك كده تقوم انت مادد ايدك وضربه على طول؟